تعالي تعالي يا لوك، ولا خد لي سكرين. انا تعالي صوري معايا انت ومنى. خدها سكرين. خدتها. تعالي يا طنطا، تعالي يلا. تعالي ممكن تصوريه وانت معاك. بس اشيل دي شنطه يا بابا. ايه يا نين ده الجزمة يا عم هنا ايه يا عم. هنا بقى السترة حريف. ها لا مفيش خالص بقى. خد بالك السترة عشان الحريف مش رجله مش هديك. طب ما انا ايه بقى قعدت تقول لي ما لقيتش كوره وسنسور. لا انت واقف وانا واحده اهي. دكتور ظهرك جاي بعملها هو يا دكتور. لا احتمال وانت واقف نجرب واحنا قاعدين. لا ما اعرف يلا بصراحه. لا واحده يا دكتور. لفها بس عايزين نعرف فيها حرمانيه. دي ميه. اديله ايوه قوم اقف يلا يلا يا ولد. لا انت ممكن برضو اوت 7 اوت. لو انت بص هقول لك بقى هنا وافتكر الكلمه دي بعدين مش دلوقتي عشان الناس بس. لو المنتخب ما بيقفش على حد ومحمد عبد المنعم ما رضيش يجي، مع احترامي طول ما كابتن حسام وكابتن ابراهيم موجودين اوعى بقى تجيبه تاني طالما انت قلت كده، لان هو اللي باعك. ما هو بص معنى انك ترد كده هقول لك تاني لو اتقال عشان الناس بتقول ايه انا بقول كلام لا لو اتقال. لا هو التصريح بتاعه حلو. لو الكابتن ابراهيم حسن انا بقول لك اهو محمد عبد المنعم رفض يجي واتقال ان المنتخب ما بيقفش على حد، اذا ما كانش في اتفاق بينك وبينه. صح؟ لان الرد ده بيقول لك كده صح. ان انا بعت لك انت رفضت تيجي. تمام؟ ما ينفعش بقى بعد كده تطلب محمد عبد المنعم وتقول لي لا اصل انا في احتياج ليه. منين بقى ما بيقفش على حد ومنين انت احتجت له؟ بتفق معاك. انا بقولها لك مسبقا عشان الناس بتنسى. انا الحمد لله بقول كلام دايما من قبل كده ابراهيم ومعاك وبيحصل. عارف لان انا بتكلم بالمنطق وبالعقل. صح. باشا محمد عبد المنعم افضل مدافع في افريقيا، لا حسام ولا 10 زي ضرب من امر المنتخب ولا قصه وطنيه ولا مهلبيه، كله خط في منعم وخلاص.